السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ويوم سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. زي ما انتم شايفين كده النهاردة ده روتين اليوم اللي هو بتحضير الغداء. يا رب تعجبكم الوجبة. زي ما انتم شايفين كده النهاردة هعمل مكرونة بالصلصة، ده النوع اللي أنا هعمله النهاردة. وهنا ده فيجيتار بيتجاب سايب من عند العطار. عاوزة بقى حار عادي حسب ما انت حابة. الكمية دي مناسبة جدا ان انت تعملي منها كيلو فليه، وبتوفر معاكي بالفلوس، بعكس الفيجيتار اللي هو الاكياس. زي ما انتم شايفين كده هعمل هنا ده صدر فرخة، كنت واخداه من فرخة، هوريها لكم برضو في فيديو تاني. عملت منه وجبتين. وهنا معانا طماطم، هنبدأ بقى ان احنا نقلي ونعمل ونسلق المكرونة وهنعمل الفيليه. زي ما انتم شايفين كده اول حاجة عملتها ان انا غليت المية وبضيف هنا الملح على المية، وبعد كده بضيف المكرونة. اي نوع بقى انت حابة تعمليه، اسباجيتي او قلم او المكرونة ديك حابة ان انت تعمليها، يعني اي مكرونة تتسلق زي ما انت شايفين كده النوع اللي انت بتفضليه. هنا بدأت ان انا اقلبها علشان اتجنب اي مكرونة لازقة بقعر الحلة، وببدأ بقى ان انا اغطيها وبسيبها تستوي براحتها. هنا كانت ده خلاص دخلت على سوا، وهنا بصفيها بالمصفى تحت الحنفية علشان ما تتلتش مني. وبعد كده باخدها تكون جاهزة وبجهز لها بقى هنا الصلصة. هنا طبعا خطوة مهمة ان انت بتضيفي حاجة بسيطة جدا من الزيت. لو ما عندك الزيت ممكن تحطي برضو سمنة، معلقتين سمنة بيديها طعم، وبنفس الوقت اللي هي ما تلزقش بقلب بعضها. وبرضو تكاية بسيطة جدا وبتخلي المكرونة معاكي جميلة جدا كده ولها طعم مميز. او زي ما انتم شايفين كده بدأت المكرونة هي جاهزة معايا. هنبدأ بقى نحضر معاكم صلصة. معانا أول حاجة هنا بصلاية كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة، وفصين توم مهروسين، ومعايا الفلفل الأحمر المهروس. والتوابل هيبقى عبارة عن ملح، وهنا معلقة قرفة صغيرة وبابريكا والسبع بهارات والشطة. ديك المقادير اللي هعمل بيها الصلصة. وهنا المقادير اللي هعمل بيه الفاليه هيبقى معانا توم مهروس، ومعانا السبع بهارات، ومعانا خلطة الكاري، ومعانا الفلفل الأسمر والملح. وهنا زي ما انتم شايفين كده الفيجيتار السايب، وهنا هيبقى الخل. طبعا لو حابينه يبقى مقرمش زي كنتاكي، انا جربت المقرمشات ديت هتلاقيها عند العطار بطعم مختلف، بس الأحسن اللي هي بطعم الجبنة، ما تجيبهاش بالطماطم عشان بيبقى فيها طماطم وتحروق معاكي مع القلية. فهتجيبيها بطعم الجبنة وهتعمليها بالكبة، وهتنعميها بالكبة وهتبقى جميلة معاكي، وهتخلي الفريق ليه طعم وبنفس الوقت مقرمش معاكي. اول حاجة بعملها هنا انا هقلي هنا بال بالسمنة، واحط حاجة بسيطة بس من الزيت، وبضيف هنا البصل. لو انت بقى ما عندكيش سمنة تضيفي زيت، وما عندكيش بصل او بتحبي ان انت تبقى التقلية بتاعت المكرونة خفيفة، هتعمليها بتوم، يعني مش هتضيفي بصل. ممكن ان انت تستبدلي البصل ببصل بودر، او زي ما انتم شايفين كده انا ضفت هنا البصل، وببدأ ان انا اشوحه حاجة بسيطة. وبعد كده بروح نازلة عليه بالثوم والفلفل الأحمر. وزي ما انتم شايفين كده بدأ اللي هو خلاص بقى هنا بدأ ان هو ايه، دخل على ديب معايا وهيدخل على صفران. فطبعا هنا الثوم ما بيستحملش فبنحطه في الآخر. ما بنضيفوش يعني مع البصل في الأول، عشان البصل بياخد وقت قبل ما المية اللي فيه تنشف، فبنضيفه بعدها بشوية. وبعد كده بنقلب كده بالشكل ده. طبعا هرسة الفلفل الأحمر أنا كنت عاملاه معاكم على القناة برضو ليا فيديو فيه يعني، ان شاء الله لو شفتها هتعجبكم، وهتعملوا منه برطمان هيعيش معاكم لحد ما يخلص. وبيبقى بيدي نكهة جميلة جدا وطعم مميز للتقلية او للمكرونة المسلوقة. وهنا زي ما انتم شايفين كده بدأت هنا البصلاية داخلة على تحمير معايا. ببدأ أضيف هنا المكونات سبع بهارات وقرفة وملح وفابريكا وشطة.
اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا السبع بهارات هيبقى عبارة عن كمون وكزبرة وورق لوري وشطة اللهم صل على النبي، وقرفة. وهيبقى برضو عبارة عن مكونين بس أنا مش فاكرة ايه هما، بس انتي بتجيبيها جاهزة من عند العطار. زي ما انتم شايفين كده بتقلب المكونات بقلب بعضيها، اللي هي تبدأ معاكي البصلات تحمر، وبعد كده بنضيف هنا عصير الطماطم اهو زي ما انتم شايفين كده. وكده كانت خلاص التقلية معايا جاهزة. اوطي عليها واسيبها تتسبك براحتها، وبعد كده يكون عندي طبعا المكرونة والتقلية جاهزة. هبدأ ان انا اعمل معاكم صدر الفرخة اللي هو اعمله بانيه، وهوريكم الطريقة اللي انا بعمله بيها. الطريقة دي جميلة جدا وعجبت اولادي، انه خصوصا ان الاكلة دي هم طالبينها. هم بيحبوا المكرونة بصلصة، وبيحبوا الفاليه، البوفتيك، الكفتة، الحاجات دي الأطفال بيحبوها، البرجر، الكلام ده. هنا بقى معايا هنا السبع بهارات والفلفل الأسمر والقرفة والكاري والملح. هنحطهم على الثوم المهروس، وهنضيف عليه هنا الخل زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ ان انا اتبل معاكم الفاليه. طبعا هنا كنتش لسه قطعته لان هو كان بالفريزر، وسبته لما فك براحته، وبعد كده بجهزه بالشكل ده واتبله. هنا خلاص بقت التتبيله هنا معايا جاهزه. هبدا بقى ان انا اقطع الفاليه وافرم المقرمشات زي ما انتم شايفين كده. دي اقتصاديه جدا، بتجيبيه من عند العطار. طبعا ده ب5 جنيه فيجيتار، وب5 جنيه اللي هي مقرمشات طبعا بطعم الجبنة. هيبقى أفضل لأن بيديله لون ذهبي، وبنفس الوقت لو طعم القوطة بيحروق معاكي، فالأفضل انت تجيبي بطعم الجبنة. طبعا بفرم هنا المقرمشات. طبعا دي حاجة جديدة عليكم وأكيد مستغربينها، عاوزة أعرفكم إن المقرمشات ديت معمولة من الذرة، من دي الذرة اللي هي زي الذرة، يعني دي الذرة اللي هو زي الفيجيتار كده زي ما انتم شايفين كده. وبنفس الوقت هو فيه تتبيلة الجبنة، وفيه اللي هي القرمشة بتاعته، او زي ما انتم شايفين كده لونه هوك وقرمشته، وهي يعني فيها زي حبيبات كده صغيرة. ومعانا هنا البضاية. طبعا عندي هنا التتبيلة والفيجيتار والحاجة اللي انا عملتها عشان تدينا قرمشة. وهنا بعديها بقطعها بالشكل دوت اهو بكل سهولة، اللي هي بس تبقى ايه مجمدة معاكي، بس حاجة بسيطة. حتى لو انتي هتحطيه هتحطيه في الفريزر بتاع نص ساعة لحد اللي هو بس اللي هو يمسك نفسه، او اللحمة تبقى ماسكة نفسها، تبدأ ان انتي تقطعيه بكل سهولة، ما تبقاش فكة منك واللحم يتهري. زي ما انتوا شايفين كده حطيت عليها التتبيلة، وببدأ ان انا اخليه قد ربع ساعة او 10 دقايق يشرب بس التتبيلة. وبعد كده بضيف عليه البضاية، وبعد كده على الفيجيتار ويتقلي زي ما انتوا شايفين كده. ده كان كانت عندي يعني فرخة بالفريزر، ولقيتها بالصدفة. يعني هو بالنسبة لي كنز بالفريزر. فكنت لازما يعني لازما ان انا استغله ان انا اعمله الفرخة دي على وجبتين. ان انا عملت الصدور في يوم مع وجبة، وبقية الفرخة عملتها بيوم تاني. وان شاء الله هنزله بالفيديو اللي جاي. او زي ما انتم شايفين كده بضيف هنا المقرمشات على الفيجيتار، وبقلبهم بقلب بعضيهم. وهنا بروح عامل متبلة الفاليبي اهو زي ما انتم شايفين كده بقلبه بالشكل دوت. طبعا لو انت جديده في القناه واول مره تشوفي لي الفيديو، ما تنسيش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا، وكومنت جميل منكم كده تشجيعا علشان استمر معاكم كل جديد. وادعوا لي ان ربنا يثبتني، وان ربنا ينجحني بهذا المجال، ويكون وش خير عليا وعلى اولادي. وان شاء الله اقدر اقدم لكم كل جديد. ولو حابين وصفة معينة اكتبوا لي عنها في الكومنتات نجربها مع بعض، وهوريكم انا بعملها ازاي. او زي ما انتم شايفين كده بضيف هنا بقى البضاية، وابدا اقلب الفريق بقلب بعضيه. وبعد كده بروح حاطاه على الفيجيتار. طبعا انا الاول كنت بجيب طبق
وبضيف فيه دقيق، وبعد كده طبق فيه فيجيتار وطبق فيه بيض. فكنت بستخدم بيض كتير لان انا عشان اعمل طبقة كمان كبيرة عليها. كنت باخد الفليهاية، بحطها في البيض، ومن البيض للدقيق، ومن الدقيق للبيض، ومن البيض للفيجيتار. فبياخد مني وقت وبياخد مني مجهود وبهدلة وبياخد مني بيض. فلما تكسر هنا البضاية عليه، فالبضاية هتوزع عليه. وبخلاف ان انت هتوفري برضو بالكمية. اهو زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا اشرب بقى الفيجيتار بالفريق بالشكل دوت. ولو لاحظتوا هتلاقوا ان المقرمشات لونها بيبقى مدي دهبي، وبنفس الوقت مدي قرمشة. يعني هو فيه الحبوب زي ما واضحة قدامكم كده. دي انا جربت معاكم واحدة. هبدأ بقى ان انا اعمل الكمية وهرجع اقليها معاكم. هنا كانت بقى خلاص الكمية خلصت معايا. عاوزة اقول لكم عملت معايا كمية كبيرة جدا، لدرجة ان احنا ما خلصناهاش وكلوها تاني يوم على الغدا. عملت معايا الطبقين الكبار دولك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللي انا بوريهولكوا ده، دي حتت اللي هي الاخيرة اللي انا مخلصاها. بتلاقي حتت صغيرة جدا. فطبعا انا بيبقى فيه مثلا توابل، وفي البيض بيبقى بقلب الطبق، بروح ضايفة عليه شوية دقيق، وبضيف معاه الفيجيتار، وببططه بايديا وبعمل منه قطعة. او زي ما انتوا شايفين كده ببدأ بقى ان انا اقليه، وبيديني اللون الذهبي الجميل ده. وزي ما انتوا شايفين كده والله كان ناشف، وكان مدي قرمشة جميلة جدا. او زي ما انتوا شايفين كده. وطعم طبعا بطعم الجبنة، لان المقرمشات دي يعني انا لاحظت ان هي طبعا معمولة من دي الذرة. فكانت مدية معايا قرمشة ولون وطعم، وكانت منشفاها معايا لان كان فيها برضو مركبات عليها نشا. فما عوزتش ان انا اضيف نشا او كركم او خلطة الرز البسمتي او اللي هو الكاري. فالمقرمشة كافية جدا ان هي تبقى مقرمشة معايا بالشكل دوت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك فضلا وليس امرا. هنا بقى معانا بقى هنا الصلصة. بجمالها كده بدأت ان هي تنشف معايا او تتسبك معايا بمعنى اصح. وبعد كده المكرونة. طبعا هنا بقلب بقى المكرونة على الصلصة، وتبقى معايا جاهزة اهو بالشكل دوت. بقلبها كويس. طبعا كل ما كانت الصلصة اكتر، وكل ما كانت متسبكة اكتر، كل ما يديها طعم وحاجة مميزة جدا. بخلاف لما تكون الصلصة كده صيصة منك ومش مسبكة حلو او مش تقيلة حلو، ما تبقاش حلو خالص بالمكرونة. وهنا زي ما انتوا شايفين كده كان الفاليه والمكرونة جاهز معايا. قولوا ايه رأيكم بقى في وجبة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.